وبعدين معاكي يا آسيا. عمري ما كنت اتخيل ان ضياء يتخلى عني بالسهولة دي. ده حتى ما خدش وقت يفكر قدام مامته. ما انتي ما بتسمعيش كلام حد يا آسيا، كلنا قلنا لك ان ضياء ده لعبي. ده غير انك كنتي عارفه ان مامته استحاله توافق على ارتباط، يعني بسبب الحوارات اللي بينها وبين ابوكي. انا كده مش هيبقى ليا حاجة ارفض بيها الجواز قدام بابا. يا ستي لو على العريس اللي بيقولك عليه شوفيه وريحيه، وبعدين احنا هنبقى نقعد مع بعض ونفكر بالراحه في حل للمشكله دي، ما تقلقيش. انا مخوفني ان فايزة مامة ضياء ممكن تقول لبابا حاجة، ساعتها بجد هتبقى مصيبة يا حالة، مصيبة. بقولك يا آسيا، انت لازم دلوقتي تبقي مش بتفكري غير ازاي تخرجي من الموضوع ده بأقل خسائر.